بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جنات الجلالية. اليوم جيتكم بهذه المقبلة الشهية كما راكم تشاهدوا في الصورة. وصفة سهلة جدا واقتصادية وصحية في نفس الوقت، نقدمها في لعائلتنا أو لضيوفنا الكرام أو في شهر رمضان الكريم. أتمنى أنها تعجبكم وتنال رضاكم، ونروح مباشرة إلى المقادير والوصفة. وقبل ذلك حبيت نشكر المشتركين الجدد اللي دخلوا للقناة، نقول لكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وإن شاء الله نقدم لكم الأفضل والأجمل بحول الله. ما همش مشتركين في القناة ما عليهم إلا يشتركوا ويديروا الإعجاب ليصلكم كل جديد بحول الله. إذا نرجع للوصفة نتاعنا. هنا رايحة نبداو بلاصوص فينيغريت أو الصلصة اللي رايحين نديروها في المقبلة نتاعنا. هنا عندي الميكسر نوجدوه، وعندي كاس نتاع الزيت. انا درت نصف نتاع زيت زيتون والنصف الاخر الزيت العادي. عندي خل، عندي حبه نتاع سنه نتاع الثوم، عندي مغرف نتاع الخل، وعندي مغرف نتاع السكر، شويه نتاع الملح وشويه نتاع الفلفل الابيض. اذا نحطوا في الاناء الزيت، نحطوا الملح، نحطوا مغرف صغيره نتاع الخردل او نتاع الخردل، نحطوا مغرف نتاع الخل، ونحطوا المغرف نتاع العسل، وعندي ربع الكأس نتاع الماء مع الماء، ونحطوا هذيك سنينة نتاع الثوم معاهم، ونخلط جميع المكونات. هنا راني ضفت المعدنوس، اللي ما يحبش الذوق تاعو او اسمه ما يديرهاش، يعني اختياري. هنا ونخلط بالبغاء نتاع الميكسر. هذيك الصلصه نتاعنا تجي شويه جاريه، ما راناش رايحين نديروا المايونيز، راح تجي شويه خفيفه على المايونيز، والبنه رائعه وتحكم لنا مده طويله في الثلاجه، يعني حتى الشهر ما تفسدناش، بما انها فيها الخل وفيها الثوم، يعني تقعد لنا مده طويله، يعني كحافظ. هنا راني نخلط في لاصوص نتاعي، شوفوا القوام نتاعها تجي شويه جاريه على المايونيز. هنا بعد ما خلطتها مليح لمده 3 دقائق تقريبا، هنا نجيب برطمان او بلاره نغسلها مليح تكون معقمه، نعقموها ونحطوا فيها هذيك الصلصه في الثلاجة. كما قلت راح تشد لنا وقت كبير، حتى الشهر أو أكثر، يعني في شهر رمضان نخدموها اليوم الأول وما نزيدوش نحوسوا، يعني نحطوها بجهة أو في الثلاجة ونروحوا نحضروا المقبلة نتاعنا أو السلطة نتاعنا. هنا الخضار كما راكم تشاهدوا، عندي جزر، عندي بطاطا، وعندي حبة نتاع اللفت، وعندي حبة نتاع البيتراف، وعندي حبة نتاع الطماطم، وعندي شوية نتاع الجلبانة، وعندي فاصوليا خضراء كبشة. يعني الخضار هنا اختياري، تقدروا ديروا حاجة ولا زوج، تقدروا ديروا الخيار هذو اللي راكم تشاهدوا فيه. اذا في البداية من بعد ما غسلت الخضار نتاعي نقطعهم قطع صغيرة مربعة، ويا حبذا لو كانت كلها متساوية باش تجينا الشكل نتاعها شباب كي نحطوها في الطاولة. اذا هنا راني قطعتهم كما راكم تشاهدوا وحطيتهم في الكسكاس، ورايحه نفورهم حتى يطيب. هنا من بعد ما فورتهم جبتهم هنايا كما راكم تشاهدوا، هنا قطعت. هنا طيبت معاهم شويه نتاع الروز في الماء والملح فقط حتى نطاب. هنا جبت سلادي وخلطت. هنا جبت نصف حبه نتاع الخيار، وجبت شويه نتاع المايس او حبه ذره، ونفرغوا هذيك الخضره نتاعنا اللي كنت فورتها، ونخلطوا كل يعني الخضر كلش مع بعضها. واللي يحب يخلط معاها
الروز يخلط، اللي ما يحبش يخليها كيما راها. جبت 2 حبات نتاع الجبن او الفرomage، اي فرomage عندكم، لافاش كيري ولا نوع واحد اخر. هنا نعبزهم مليح ونزيد لهم هذيك لاصوص فينيغريت اللي كنا خدمناها في الاول، يعطوها واحد البنه. هذاك الفرomage يزيدها واحد البنه رائعه رائعه جدا. هنا نخلطوا مع بعضها حتى يذوب لنا هذاك الفرomage، تولي صلصه يعني بنينه بزاف بزاف. جربوها وراكم تردوا لي الخبر نتاعنا. اذا نخلطوا هذيك المواد كلها مع بعضها مع هذاك اللاصوص، تجي واحد البنه رائعه رائعه. ورايحين نشاهدوا هنا في طبق التحضير. شوفوا هنايا نحبوا نديروها الخضر وحدها ونزينوها بهذا الشكل، نديروها في الوسط، نزينوها بالبيتراف. الحبه تاع البيتراف كنت يعني سكرفشتها في الرقيق، يعني ما طيبتها ما والو. تحبوا ديروا ثاني الجزر سكرفجوه معاها وزينوا بها يعني الطبق نتاعكم كما راكم تشاهدوا في الصورة. طيبت البيض، نحيت له هذاك الصفار وعمرتهم بالماسيدوان هذيك الداخل، وزينت الطبق نتاعي كما راكم تشاهدوا. اذا درتها بطريقتين، وحدها وبالروز. نتمنى هذه الوصفة انها عجبتكم ونالت رضاكم.